السلام عليكم بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ طبعا اليوم راح نسوي كبة قلاء بطحين التمن، وكلش سهلة. وطبعا اللي عندهم مشاريع يعني يبيعون كبة يسوون كبة بالبيت، هاي كلش راح تفيدهم الطريقة، وسهلة باللف ابد ما تتعب. وطحين التمن طبعا هنا أنا راح اخلي اللحم اني، وهنا أنا وصلت المرحلة اللحم ذب المي اللي بيه لينحمس. وهنا عندي انسلق، يعني هو سلقه هو استوى يعني. وراح اخلي انزل البصل هسه عليه، واخليه ينحمس سوية. طبعا هاي الكبة كلش سهلة وتنضم يعني تتخزن عادي، حتى لو تخلوها شهر المجمدة ما عليها شي، بس اهم شي من تطلعونها يعني تقلوها هي وجامدة. واحلى شي بيها يعني باللف حيل سهلة، راح تشوفون عجينتها شلون حلوة. يعني راح اخلي وياها ويا العجينة مالتها راح اخلي بوتيتها مسلق. هسه راح تشوفون الخطوات، بس اهم شي تتابعون الفيديو للنهاية حتى تشوفون الخطوات يعني. وهنا راح اخلي البهارات، هنا بهارات كوبا كباب وكل شي يعني تحبون تخلوه خلوه انتو يعني. وملح وبابريكا، فلفل اسود، يعني انتو تحبون تخلوه خلوه اللي يعجبكم. طبعا هنا ابقى احمس بيها. طبعا احنا المجمدات يعني العراقيات ما يخلن من الكبة، فلازم يعني نسوي الكبة ونخزنها بالمجمدة. يعني واحد يريد عشاء يعني بسرعة يطلعها ويقليها، سهلة. هنا خليت الكشمش وخليت الكرفس. طبعا هنا أنا بس شوية يتغير لون الكرفس راح اطفي النار عليه، لان هي طبعا راح تستوي ما بقى لها شي. وهنا طبعا طفيت النار عليها استوت، وراح اسوي العجينة مالت الكبة. طبعا عندي هنا تمن مطحون، هذا التمن مطحون. ايش قد ما تخلون تمن مطحون خلوا مي يعني القياس متساوية تمن مطحون. انا هنا طبعا عندي 3 قلاصات تمن، خذيت عليهن 3 قلاصات مي. هنا اخليهم بجدرية 3 قلاصات مي، يعني نفس قياس التمن تخلون مي. هنا راح اخلي كركم واخلي ملح، يعني تخلون قلاصين تمن خلوا قلاصين مي، تخلون 3 تمن خلوا 3 مي، يعني نفس القياس متساوي يعني. خليت كركم وخليت ملح، كركم بس هيك يعني حتى لونها تصير يعني فاتحة، يعني صفار فاتح اريدها. وهنا فار عندي المي، راح انزل الطحين التمن كله، انزله مرة واحدة كله. هنا هيك نزلته وكله تخلطونه هيك على السريع، راح يشوفون هذا التمن كله يسحب هذا المي ويصير عندكم عجينة حلوة. وانا هنا طفيت عليه النار، ما احتاج بعد النار يعني. راح ابقى اعجن بيها. هنا اريدها شوية يعني تبرد، راح اعجنها بايدي. هنا فرقتها بالصينية شوية بردت. وهنا عندي بوتيتا مسلوقة، طبعا بوتيتاتين يعني حجمهن وسط. يعني هرستها وراح انزلها هم ويا العجين، وعجنها سوية البوتيتا والطحين التمن، وراح تصير عجينة عندكم كلش حلوة وناعمة. هنا طبعا ورا ما عجنتها وتماسكت، شوفوا النعومة مالتها شلون، طبعا كلش حلوة وسهلة، يعني صارت عجينة كلش ناعمة. وعندي الحشوة هم هنا بردت، وراح الف الكبة. طبعا هنا لفيت اول شي 3 وهيجي حجمها اسويها، وكلش سهلة يعني باللف حيل سهلة، يعني تفرونها بايدكم مرتين 3 تكمل عندكم كباية ومقرمشة.
يعني شكلها تصير كلش ناعمة. هنا جاي أقلب بيها أنا بعدني، وهنا كملت كل المجموعة وراح أقلي من عندها، والبقية راح أخليها بالمجمدة. كلش حلوة بالتقلى، راح تشوفونها شلون القرمشة مالتها وشكلها ناعم وحلوة. طبعا راح اطلعها، شوفوا لي شكلها شلون حلوة وخفيفة. وان شاء الله تجربونها وتعجبكم، واكتبوا لي بالتعليقات شو رايكم بيها. كلش سهلة وحلوة. وهنا طلعت اول 4 وراح اقلي بعد. طبعا انا عن نفسي كلش احبها ودائما اسوي هاي الكوبة لان سهلة. احلى شي بيها يعني عجينتها سهلة. وهنا المجموعة الثانية طلعتهن. واذا تجمدونها هم بعد يعني هي وجامدة تطلعوها وتقلوها، ونفس الشي يعني نفس النتيجة تنطيكم، يعني ابد ما تنفل وياكم. واني هواية يعني مسويتها، يعني اجمدها واخليها بالمجمدة عادي حتى لو شهر تبقى يعني ما تخرب وياكم. شوفوا لي لونها شلون صفارة فاتح. وهنا كملت، وان شاء الله تعجبكم ان شاء الله، واكتبوا لي شنو رايكم اذا جربتوها. مع السلامة.